النهارده يا جماعه هنروح مول واحد من اشهر المولات اللي موجوده في روسيا، هو ميجا مول. تمام، احنا هنروح دلوقتي ونوريكم المول. هو مشهور جدا ومعروف جدا في روسيا طبعا. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. احنا الفيديو ده ما كناش مجهزين له، بس هنحاول ان احنا نطلع لكم فيديو حلو. حبيت اعرفكم ان انا لما بقول لكم ان هنا في روسيا ان هم اي حاجه اللي بتدعم المقاطعه موجوده. طبعا يعني هوري لك حاجه كده، اكبر مثال ان الدنيا هنا فل الفل يعني، وهم بيدعموا اخوات. بص، ده الناس اللي تعرف ان ده اللوجو بتاع ايكيا، اللي هو اصفر في ازرق، الالوان بتاعتهم ده كان لايكيا، وايكيا راح قفل ومشي. فدلوقتي ايكيا قافل، مفيش ايكيا هنا. فدي طبعا من الشركات طبعا اللي هم احنا بنبعد عنها، وهم اصلا قفلوا ومشيوا. عشان كده بقول لكم ان كل الحاجات اللي احنا بنجيبها هنا في روسيا تكون حاجات تبع شركات روسيه او شركات تانية من اللي احنا ينفع نشتري منها، ملهاش دعوه باي حاجه. هنا ده طبعا مول اسمه ميجا مول. هنا بتلاقي في ناس بتعرض حاجاتها، في هنا ايس كريم، في بيبيعوا خواتم، بيبيعوا حلويات. المحل ده بيبيع حلويات. في محلات قفلت هنا، في محلات فتحت جديده. فالدنيا حلوه يعني. هنا برضو بيكون في مكان بيلعب فيه الاطفال قدام المكان ده، بس هو للاسف قافل يعني. ولكن المكان ده من الاماكن اللي بيكون فيها الاطفال بتلعب وببلاش. هنا حاطين دي طبعا العاب. هنا بيقول لك ان الثلاث دقايق ب 100 روبل. احنا حابين نلعب ونستمتع فيها شويه. هنا بيكون في كافيهات فاتحه، في هنا لبس وبيقول لك عليه ساعات ديسكاونت والكلام ده كله. هو المول ده غالي شويه، لكن احنا بنجيب من مكان هنا بيبيع منتجات وبيكون في ديسكاونت اسمه عشان. فاحنا بنحب نيجي نشتري شويه طلبات من هنا لما نكون فاضيين مثلا. فتابعوا معانا ان شاء الله فيديو جميل، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ولو مشتركتش في القناه تشترك عشان تتابع معانا كل الفيديوهات اللي جايه. ده هنا كده ده محل ملابس. هنا ده الجزء بتاع البنات، والناحيه التانية بنلاقي الجزء بتاع الرجاله. هنا الناس بتحب تيجي تتسوق يعني. ساعات بيكون في ديسكاونتس بتكون مكتوبه هنا يعني، بيكون الحاجات كده ايه على الماشي يعني، فاهم؟ يعني مفيش مشكله نخرج ولا هنشتري الاتنين. فاحنا بنحاول ان احنا نستمتع بالطريقه اللي تناسبنا. المحلات غاليه، بس ممكن نجيب حاجه مثلا مناسبه للاسعار اللي احنا نقدر ندفعها. شايفين هنا ده المكان اللي بيكون فيه في الشتاء الجواكت بنحطها فيه، بيكون في حد يعني ياخدها ويعلقها. احنا كده بدأنا ندخل المول على السلم اهوت، وحاليا رايحين ناحية المول بالظبط. ده بداية المول، المدخل يعني الأساسي للمول اهو. زي ما انتم شايفين دي بداية المول. تمام، هنا البداية. طبعا محلات كتيرة وكل حاجة، كان في براندات كتيرة، بس في محلات قفلت طبعا، انتوا عارفين ليه. ودي الناحية التانية من المول، يعني ناحيتين. دي الناحية على اليمين، طبعا كلهم بيودوا لنفس الطرق يعني. دي الناحية اليمين لو شايفين، وهنا كده الناحية التانية اللي انا وريتها لكم من شوية هي الناحية الشمال. ودي لعبة من الألعاب اللي موجودة. وهنا ماريو وسيمون انطلقوا، شايفين؟ طبعا هنا بتدفع عادي بالكارت، يعني كأن ATM موجودة فيها. كده سيمون جابت واحد في ماريو، 1-0. دخلت عندك 3 دقايق. طبعا اللعبة لها وقت محدد. تمام، فهم بيحاولوا ايه ينجزوا في اسرع وقت. هنشوف مين بقى ايه اللي هيكسب. غالبا كده 1-1، 2-1، 2-1 لماريو. سيمون بدأت تتأخر بعد ما كانت متقدمة. 3-1. بسرعة دافعين فلوس قبل اللعبة تخلص. 4-1. خمسة 1. دي نتيجة الأهلي ضد الزمالك دي ولا ايه؟ 6-1. 7-1. لا يا سمون كده انتي خلاص. 8-1. في وقت.
8-2. ماريو الفايز يا جماعة. غالبا سيمون خلاص جيم اوفر. في تاني ولا جيم اوفر؟ جيم اوفر، ماريو اللي فاز. وهنا بعد ما ماريو فاز مريم دخلت المعركة وبرضه هو كسبان. هنا 4 ثانية 4-1. يلا والتايمر شغال 138 137 36 بالسكند. هو ماريو بيروح يلعب من ورا ما يتدرب غالبا بسرعة. ثانية في نفسه. فاينالي 1 باقي 1 مينت خلاص. جاب 5-1 بسرعة. يويو بتلعب. ايد يويو يلا بسرعة. يتموي 12 10 9. دوس ستارت. انت لا ده اللي هيطلع فيديو هو اللي كده بدأت. اما نشوف يا عم، بس تضحكش عليها عشان انت اول مره، عشان انت بتلعبها انت مريحها بيك اصلا. 100 ثانية. نرجع لورا. اتنين صفر. اوه 1 يا طارق. شكل ماريو راشد البتاعة دي. اوه 2. ما تتحمسش يا طارق. اروح اعمل ايه؟ ارشي العرض كمان يا باشا. طارق انت واقف تتفرج على الكورة يا ابني، احمي. طيب لا بتيجي بحارس مرمى ولا بتلعب. وغالبا هنا ماريو بس هو اللي بيلعب يعني. تحيز ماريو. صوروا لي النتيجه. ييه خلاص هتقفل 7-2. 5 3 2 1. لسه 45 ثانية. 8-2. You lose. 9-2 game over.